لو الرقم ده مش 120/80 يبقى في حاجة جوه جسمك بتتسرق منك كل يوم وانت ساكت. الضغط العالي مش بيستأذن، هو القاتل الصامت. بس ركز معايا كده وهقول لك ازاي ترجع الرقم ده طبيعي وتحمي قلبك قبل ما يفوت الأوان. أنا الضغط المرتفع، بهدوء كده ببوظ الدنيا. أنا ضغط الدم المرتفع، أو زي ما بيدلعوني في المستشفيات، القاتل الصامت. مش عشان أنا شرير، بس عشان أنا باجي من غير صوت وممكن أعمل كوارث في صمت. يعني إيه ضغط عالي ببساطة؟ بص، قلبك ده موتور، وشرايينك خراطيم بتنقل الدم لكل جسمك. لما الضغط يعلى الموتور يضخ بقوة زيادة والخراطيم تتشد وتتعب. الرقم الطبيعي حوالي 120/80. لو بقيت 140/90 أو أعلى بشكل مستمر، أنا كده بقيت مقيم إقامة دائمة. المشكلة إن ساعات ماليش أعراض، ممكن تعيش سنين وإنت مش حاسس بحاجة خالص، لا وجع لا إنذار لا دراما. وعشان كده أنا خطير. طب لو ظهرت أعراض: صداع تقيل ورا الراس، زغللة، دوخة، نزيف مناخير، نهجان. طب مين أكتر ناس أنا بحب أجيلهم؟ أنا بختار بعناية اللي عندهم تاريخ وراثي، اللي وزنهم زيادة، اللي بياكلوا ملح كتير، اللي مدمنين توتر، المدخنين، مرضى السكر، اللي عندهم كوليسترول عالي، واللي حياتهم قاعدة ومفيش حركة. كل دول عندهم خطر أكبر لمشاكل صحية. الوراثة ليها دور؟ طبعا. لو أبوك أو أمك عندهم ضغط فرصتك تزيد، بس مش حكم نهائي. أسلوب حياتك يفرق جدا. أنا والكوليسترول أصحاب من زمان. هو يضيق الشرايين بالدهون وأنا أضغط الدم في السكة الضيقة دي. تخيل خرطوم متسد والموتور بيعلى قوته أنا والكوليسترول أصحاب من زمان. هو يضيق الشرايين بالدهون وأنا أضغط الدم في السكة الضيقة دي. تخيل خرطوم متسد والموتور بيعلى قوته النتيجة: جلطة، سكتة دماغية، ذبحة. والمضاعفات بتاعت ارتفاع الضغط لو سبت نايم من غير علاج: أولا جلطة قلبية وسكتة دماغية، ضعف نظر، فشل كلوي، تضخم عضلة القلب، مشاكل في الشرايين. أنا مش بلعب. ليه الشباب بقى عندهم ضغط؟ فاست فود، مشروبات طاقة، قلة نوم، توتر، سمنة، قلة حركة. كل دي أسباب بتأثر على صحتك. بتعمل ايه علشان انا ما اتهورش؟ تقليل الملح، المشي نص ساعة يوميا، انقاص الوزن، وقف تدخين، تنظيم السكر والكوليسترول، قياس الضغط بانتظام، والادوية اللي الدكتور يكتبها. دي بتضايقني جدا. انا مش لازم ابان عشان اكون موجود. قيس ضغطك، ظبط اكلك، تحرك، عشان لو سبتني انا مش بسيب. الناس شايفاني تقيل وبخوف. انا الضغط الوجه التاني. لو فهمتني صح هتعيشها صح. أنا عارف إنكم بتحبوا تتكلموا عليا وبتنشروا إشاعات عني. يلا نوضح الأمور واحدة واحدة. الكركديه بيتشرب منقوع وبارد مش مغلي. لو زودت منه بيعمل هبوط حاد في الدورة الدموية. خد لك كوباية أو 2 كفاية. هل أنا مرض كبار السن بس؟ زمان دلوقتي لأ. أنا موجود في الشباب جدا كمان. حركة، السمنة، التوتر، بس كل ما السن يزيد مرونتك تقل وفرصتي تكبر. لو ضغطك زاد فجأة اخد اسبرين؟ لا، الاسبرين مش دواء ليا، هو مميع دم بس مش دواء ضغط. لو ضغطك زاد فجأة اقعد، اهدى، قيسه تاني بعد 5 دقايق. لو عالي جدا ومعاه صداع، ألم صدر او زغلله، روح الطوارئ فورا. مفيش حاجة اسمها اخد اسبرين وخلاص. لو ضغطي مظبوط اوقف الدواء؟ لا مش مظبوط. ليه؟ عشان الدواء شغال. اول ما توقفه هرجع تاني. ايقاف الدواء لازم يكون بقرار دكتور، مش لعب اطفال. ارتفاع الضغط المزمن حتى لو بسيط بيزود خطر جلطة، سكتة، فشل كلوي على المدى البعيد. اهلا يا معلم، انا الضغط. انا مش بس رقم على المقياس، انا ممكن اعمل لك جلطة. الليلة هشرح لك ازاي وبأي شكل. لو حصل ارتفاع ضغط مزمن أنا ممكن أزود خطر جلطة المخ. ده معناه الدم ما يوصلش للمخ كويس وبيبدأ يحصل تلف لخلايا دماغك. الأعراض: صداع مفاجئ، دوخة، ضعف نص الجسم، كلام مش واضح. يعني نص دماغك بيقولك استنى، إيه اللي بيحصل؟ الضغط العالي ممكن يسد الشرايين اللي بتودي للقلب.
النتيجة ألم صدر شديد، ضيق تنفس، تعرق غزير، ولو اتأخرت عليا القلب هيقول أنا مش قادر أشتغل. وإيه اللي يخليني كمرض الضغط أعمل كده، سواء جلطة مخ أو قلب؟ بس يا سيدي، قلة الحركة، أكل مليان ملح وسكر، تدخين، وضغط نفسي، وسمنة. طيب بعد كل اللي قلته، إيه الحل؟ إزاي تحموا نفسكم مني؟ أنا مرض الضغط. لو ضغطك زاد عن 140/90 قيس الضغط بانتظام. اهتم بالرياضة، امشي كل يوم نص ساعة. تالت حاجة، الأكل كويس، قلل الملح، السكر، الدهون. الملح بيرفعني. رابع حاجة، هدي أعصابك، التوتر يكون أقل. خامس حاجة، اوعي توقف الدواء بنفسك، لو الدكتور وصف لك علاج التزم بيه. أنا الضغط مش هروح منك لو تجاهلت كل ده، بس لما تحمي نفسك صح هتخلي حياتك أهدى.